بسم الله الرحمن الرحيم. ويبتدي الشوط التاني بنزول وش السعد المرحوم الكابتن شيكا. ونفس الكلام مع الشوط التاني ان تاو او الشحات هما اللي هينزلوا لوسط الملعب عشان يساعدوا بالطلوع بالكوره. وفي نفس الوقت انا هرمي امام عاشور او عمرو السولية قدام ويبقى هما الشبه المهاجم، واحد فيهم يكمل مع كهربا كمهاجم تاني. وبرضه استمر جوميز مدرب الزمالك انه يقفل على كريم نيدفيد او السولية بحيث ان هو يجبر خط دفاع الاهلي انه يلعب كور طويلة. وده توضيح لفكرة إن الشحات هو اللي ينزل لحد خط النص. وهنلاحظ إن حتى إمام مش في الكادر أصلا لأنه واخد هو مركز الجناح. هنشوف هنا بقى نموذج لاستخدام الحقيقي لنيدفيد، وهو إنه بنستغل سرعته إنه بيجي من ورا لقدام بأقصى قوة وأقصى سرعة، ودي حاجة هو بيتميز فيها جدا. ودي حاجة لما ما اتكررتش كتير الماتش ده. ولو فاكرين لما كان بيلعبنا في فيوتشر أول موسم جاب فينا جون برضه عن طريق انه كمل من ورا لقدام في ظهر الدفاع. نيدفيد جه في ظهر المدافع، ونبص نيدفيد بدل ما هنا تباصي هو مش جاهز والكرة مش في وضع تسمح له بالتسديد، العب للي جنبك. هنا هنشوف خطأ مشترك ما بين محمد هاني ومحمد عبد المنعم. محمد هاني معرفش ياخد الكرة من مصطفى شلبي ماشي، بص بقى عبد المنعم بيعمل ايه. اللعيب بيلعب لوحده، انت فين اصلا؟ زي ما هو واضح انا بقفل على اي لعيب من الاهلي جاي يمسك كرة، كل الاتنين المحاور بتوع الاهلي مضغوط عليهم. هنشوف الكرة دي نموذج للهدف اللي احنا جبناه بس من بدري، لان اللعبة دي لعب عليها كولر اكتر من مرة. لو ملاحظين امام بقى فين والشحات فين، الشحات ناحية اليمين وامام هو اللي دخل كمهاجم تاني عشان في ظهر لعيبة الزمالك محدش واخد باله منه، سواء الخط النص اللي جنبه او المرحوم. هنا هنشوف تبادل المراكز ما بين حسين والشحات، ان انا ادخل حسين في القلب واطلع امام بره بحيث ان انا يبقى عندي فرص ان انا استلم كرة احسن واقدر اطلع بيها. وهنا هنشوف زي ما قلنا ان فكرة الضغط على محاور الاهلي هينتج عنها ان رامي ربيعة هو اللي هيلعب كور طويلة، ونسبة ان احنا ناخد الكور الطويلة طبعا بتبقى ضعيفة جدا وبالتالي الهجمة بتروح علينا. هنشوف هنا يا جماعة نموذج للجون اللي امام جابه بس من لعبة اتكررت اكتر من مرة. الكرة هنا وصلت من حسين للسولية، السولية هنا بيرقص، بص حسين الشحات بقى فين. الكرة دي جت اوفسايد ولكن ده نفس تحرك امام اللي عمله هو تحرك حسين الشحات، دي حاجة هم متدربين عليها. النقطة اللي اتكلمنا فيها قبل كده ان امام دفاعيا ما بيضغطش. نبص الكرة دي، الكرة دلوقتي جاية من مصطفى شلبي بيرقص محمد هاني كالعادة مش مشكلة. بصوا بقى يا جماعة اللعيب اللي قدام اللي عليه علامة الاستفهام ده، اللعيب ده لوحده ازاي يا امام؟ انت اللي المفروض تضغط في المكان ده وتقفل. اللعيب ده لو كان بس استلم مظبوط كانت الكرة ممكن تخش جون. الكرة دي هتأكد ان جون امام ما كانش صدفة. هنبص لحسين الشحات عليه الدايرة فين، ونبص الكرة دلوقتي مثلا مع تاو، بص حسين الشحات بقى فين. نبص نكمل بعدها هتلاقي ان حسين الشحات دخل هو كمهاجم تاني في نفس المكان اللي كان فيه امام. لو كان تاو لعبها له كان ممكن يبقى هو انفراد. هنشوف في الكوره دي تصرف غير مفهوم من ندفيد. دلوقتي ندفيد المفروض ان هو بيجري ورا عبد الله السعيد، حلو قوي، انت عايز تقفل على عبد الله عشان ما يقدرش يعمل اي هجمات عليك، حلو. ليه وقفت؟ ليه وقفت هنا يا بابا؟ انت نبص هنا كريم وقف عادي جدا مفيش اي مشكله، ماشي بيتمشى بيتمشى بيتمشى، المرحوم واقف على نص ال 18. كان ممكن لو عبد الله السعيد ده ذكي شويه بس كان لعبها له كان هيروح بجون. هنشوف دلوقتي الكورة كربون من الهدف اللي احنا جبناه. كرة الشحات تحت خط النص بيلعبها لمعلول، حلو قوي. طيب نبص بقى على حركة معلول شكلها ايه. معلول بيتحرك دلوقتي، السولية عليه السهم، بص السولية نتيجة ان الشحات نزل السولية بقى فاضي. الكرة وصلت لك هنا سولية، ما تلعب لمعلول الناحية التانية ما هو فاضي اهو. نفس كرة قفشة اللي لعبها لإمام عاشور. مروان بعد التغييرات مروان نازل بنفس المهام ونفس الفكرة، انا هقفل على محور الزمالك مش هيستلم الكورة. نفس غلطة كريم نيدفيد اللي قلنا عليها قبل كده غلطها حسين الشحات على الدايرة. حسين الشحات عمل ايه؟ الكرة بتتلعب تمام من ناحية اليمين، الشحات اتأخر واعتمد ان معلول ممكن يقطع الكورة. طب اللي حصل ايه؟ الشحات اتأخر، اضطر محمد عبد المنعم يرحل، بقى عندنا رامي ربيعة لوحده في اتنين من لعيبة الزمالك كانوا فاضيين.
ده الجون الاولاني يا جماعه، هنشوف اللي عليه الدايره ده امام. طيب بص امام فين ونهى الجون فين. الكره اتدربكت طبعا من عبد الله بيه السعيد، طبعا كتر خيره. نبص بقى قفشه، الكره اتلعبت من عمر كمال لمحمد هاني. قفشه عمل ايه بقى؟ قفشه بعت حسام عبد المجيد على اساس ان هو هيروح كمهاجم تاني، ده ما حصلش. قفشه رجع تاني بقى قدامه مساحه كبيره، امام جاري من واخد الشارع ده كله لحد ما جاب جون. حابب اوريكم بداية الهدف التاني. الكرة وصلت لوش السعد، الكابتن شيكا عايز يشوط حلو، شاطها ما شاء الله بعد ما استنى 3 ايام جابها في الحيطة. وده كانت ان الكرة دي لما طلعت اوفسايد لما طلعت تماس واتلعبت تاني خدناها احنا وجبنا الجون التاني. نبص بقى هنا الكرة هتوضح فكرة لما قلت ان امام ما بيضغطش. نبص امام بقى عمل ايه بقى. الكرة دي طلعت تمام زي الفل. امام بقى عمل ايه؟ لو كان استنى زي قبل كده وما ضغطش على اللعيب ما كناش هنستفيد منها. امام ضغط، قفل على اللعيب بحيث ان ما يديش للعيب فرصه انه يلعبها براحته. حلو قوي، اتلعبت وصلت تاني لامام زي الفل، حلو قوي. ونبص بقى على تحرك موديست قبل ما نبص على تحرك قفشه. طبعا الكره وصلت هنا لقفشه، موديست عمل ايه؟ سحب نفسه لبره بحيث ان ما اداش فتوح فرصه. فتوح ما بقاش عارف اروح مع موديست ولا اجري اقفل على قفشه. والحمد لله ربنا كرمنا وجات الجون التاني.